مناطق عسكرية، نطلب من السيد معالي وزير الدفاع محمد البرغثي العدول عن الاستقالة التي تقدم بها. كما أننا نطلب من السادة أعضاء المؤتمر الوطني العام والسيد معالي رئيس الحكومة المؤقتة عدم الموافقة على قبول استقالة وزير الدفاع، وذلك حفاظا على وحدة الجيش الليبي وعدم زعزعة استقرار البلاد، مع احترامنا لكافة القوانين والقرارات التي تتخذ في ظل الشرعية ووفق الإعلان الدستوري. والله أكبر، وعاشت ليبيا حرة أبية موحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر في طرابلس الموافق 7 مايو 2013. الأسئلة هذه بخصوص استقالة مع الجيش. نعم. الأسئلة هل ستكون بخصوص استقالة أم أنها تخص الوضع البلاد الأمن؟ استقالة، يعني باستقالة وزير الدفاع. تفضل. العقيدة للشيخ نواس الدراجي وكالة الأنباء الصينية. بداية البيان الخاص الذي ابتداه العميد جمال الأباني تحدث عن استقالة وزير الدفاع، وتراود الأنباء قبل قليل عن العدول عن استقالة السيد وزير الدفاع. لكن ماذا بشأن رئيس الأركان اللواء يوسف مربوش؟ الكثير من الأخبار تداولتها الصحف ووكالة الأنباء عن أنباء تفيد بأن رئيس أركان الجيش الليبي قدم استقالته هذا اليوم، فما صحة هذه الأنباء؟ لا، لم يتقدم رئيس الأركان العامة باستقالته. تفضل. ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت وزير الدفاع للاستقالة؟ أعتقد وفق ما ورد في الأخبار أنه هو تقدم نتيجة الأحداث اللي صارت في الأيام هذه، الأيام الفائتة، من عملية الحصار المقرات وغيره. هل تقولون أنها مؤخرة جدا؟ يعني الحصار ل 10 أيام الآن، بعد 10 أيام وزير الدفاع يستقيل. هو لهذا السبب، يعني نحن ما في سبب آخر. بوكر وكالة الأنباء الفرنسية. كما قلتم أن سبب الإقالة هذه بالاستقالة هي الحصار. هل الجيش ينوي يعني أخذ مبادرة يعني ورفع هذا الحصار بأي طريقة من الطرق؟ هذا يأتي وفق ما الأوامر، والجيش طبعا انتشر في طرابلس في الأيام الماضية للحفاظ على الأماكن المهمة والاستراتيجية داخل العاصمة، وهذا فقط يعني. والجيش مهمته هو الحفاظ على الأمن وليس أي شيء آخر، ولن يقف الجيش الليبي ضد أي مواطن ليبي آخر. ما هو رأي المؤسسة العسكرية بخصوص محاصرة الوزارات، خصوصا أن هنالك عدد من يقومون بمحاصرة هذه الوزارات يرتدون الزي العسكري الخاص بالجيش الليبي؟ سبق وأن أصدرت رئاسة الأركان العامة بيانا بهذا الخصوص، وقالت أي عسكري أو تابع لرئاسة الأركان يقوم بهذه الأفعال هو مسؤول عن نفسه، ولا يقوم بها يعني، ولا يقوم بأوامر أو يتبع التعليمات، وكل من هذا سيساءل قانونا. شكرا لكم جميعا.